السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جدعان وربنا سبت الورشة وسبت الدنيا. والله ده اخويا اخويا في الله. الله يصلح حالك يا ابو السيد. وخدت محمد فايبر معايا، قلت له هنروح لفين الاسطى هشام العفشاني. راح جايب محمد فايبر العربية وجينا على الاسطى هشام. محمد بيجيب خامات من جنبنا من هنا، ربنا يوفقه. الاسطى هشام بصراحة جيت لقيت الله اكبر الله اكبر زي ما انتم شايفين العربيات عنده من اول الشارع بره. الله ربنا يزيده من فضله احنا وهو واللي زينا ويهدي لنا صناعتنا احنا وهو واللي زينا. الله يصلح حالك يا حبيبي. ودخلت على الكوبلين كده فبقول له انت بتعمل ايه يا هشام؟ والله بتعمل ايه بقى يا اسطى هشام بعد اذنك؟ نسلم على الناس الاول. طيب اتفضل. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. معاكم اخوكم هشام العفشاني. سيادة يا جدعان، سيد حبيشه راجل محترم انا اعرفه من 10 سنين، بتاع فوانيس. النهارده كان بيجيب حاجه من الحرفيين فجاي يقعد معاه شويه فقال لي يا استاذ هشام عامل ايه اخبارك ايه؟ قلت له حبيبي ابو السيد انا نفسي اعمل عبيده من زمان من الاخر. وانا بحبه في الله الله يستر عليك اخويا، يا اضمنه والله اضمنه في شغل العشا برقبتي حبيبي ابو السيد. اقسم بالله ما كلام. دخل عليا يا جدعان لاني شغال في عربيه السنه 16 بيقول لي ايش انت بتعمل ايه؟ قلت له يا عم السيد